ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده كنت كده مشتريه كده بانيه كده من بره، واللي هو الاكياس دي الجاهزه وكده. كنت جايبه كيس بطاطس بانيه، وكيس فراخ بانيه برضو، يعني كنت جايبه الاتنين. بس فكده كنت هقلي يعني وكده، هقلي شويه في الزيت وكده بس. وانا الطاسه دي مخصصاها كده للقلي، وكنت جايبه لها المصفايه دي. بس بجد يا بنات تحفه تحفه تحفه. بجد لو شفتوها في اي مكان المصفايه دي هاتوها. بجد حلوه جدا، يعني بتشيلي كده الاكل بيها مره واحده، سواء بطاطس فلافل بتنجان، يعني اي حاجه. بجد حلوه جدا جدا جدا. بس فبدأت كده أول ما البانيه بتاعي اتحمر على قلبته كده على الناحية التانية. بصوا شايفين كده لونه بقى ذهبي. أول ما بخد اللون الذهبي ده بطلعه. ما بحبهوش أحمر قوي علشان بحسه بيكون مر شوية. فأول ما احمر يعني بقى لونه كده أصفر كده ذهبي وحلو، طلعته. وجبت كان معايا كده لانشون وجبنة وفينو وعيش مصري، وقلت كده هعمل ايه شوية كده سندوتشات. وده هيكون العشاء بتاعنا النهاردة، سهل وسريع كده وبسيط. عايزة اقولكم يعني ايه الاكلة دي ما بتاخدش وقت. وكان عندي شوية كده بيض برضو سخنتهم وحطيتهم في الطبق علشان يعني ايه ناكل كده على طول. بصوا كده بدأت كده افتح كده العيش الفينو. بجد العيش ده حلو جدا. وبحب ان انا اعمل ايه، بحب كده اقطع البانيه بتاعي كده قطع، علشان لما احشيه في الفينو يبقى يعني ايه القطعة كده حلوة وماسكة نفسها. مبحبش اقطعه كمان صغير قوي علشان بحسه يعني ما بيبقاش حلو قوي. بس كده وابتدي كده ايه ارصه بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه ده. في كل واحدة كده هحط كده 3. وتقدري كمان تحطي طبقة جبنة الأول، بعد كده تحطي. بصراحة احنا كنا حابين ناكله كده بانيه بس، وكنا جايبين كده كاتشب علشان نحط عليه بس ايه أثناء الأكل. يعني بصراحة ما بنحبش نحطه كده من الأول بس. فبدأت كده ايه برضو احشي اخر واحد. تعالوا نشوف برضو ايه هنعمل ايه تاني في الاكل وكده. برضو عندي شوية جبن كده طلعتهم وقلت يعني اغرفهم كده واشوف هناكل منهم ايه وكده. كان عندي شوية فين تاني، يعني انا ما حشيتش غير ال3 دول. ورصيت الفين وقلت لو حد عاوز يحشي يبقى ايه يبقى يحشي اثناء الاكل وكده بس. فجبت كده الاول ده مخلل مشكل. عايز اقول لكم انا بعشقه 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 بجد حلو جدا. بس اليومين دول كل ما بشتريه بحس ان هو بيكون مالح شوية، مش عارفة ليه بصراحة. بس حتى مهما تغسليه برضو بيفضل مالح. مش عارفة برضو. فحبيت اقول لكم يعني ده برضو يعني ايه دي الجبنة. انا استخدمت النهاردة جبنة دومتي عادي. طعمها حلو جدا بصراحة برضو طلع. وكان معايا برضو جبنة كده مشطشطة، اللي هي اللي بنشتريها دي من بره. برضو حلوة جدا، برضو جربت منها. هتشوفوا معايا يعني ايه شكل الصوص هيكون عامل ازاي. دي ايه ده الجبنة الدومتي. طبعا دومتي نزلت منها كذا طعم، بس بصراحة انا جربت اللي هي الصفرا ما عجبتنيش خالص. حسيتها عادمة جدا يا بنات. يعني هي حلوة للأشخاص اللي بيحبوا الأكل عادم وكده، هتبقى معاهم 100 100 يعني. بس كده رصيت كده البانيه اللي فضل، يعني كام واحدة البانيه اللي فضلوا. وهنا هحط العيش بتاعي، وكمان كان في شوية كده من الفينو برضه حطيتهم. وده شكل كان السفرة بتاعتنا النهاردة. حاجة كده سهلة وسريعة وبسيطة وما بتاخدش كمان أي وقت. يدوب سوى البانيه كده على النار بيكون يعني 10 دقايق. بجد حلو جدا. بحب جدا ان انا اجيب كيس البانيه، سواء بانيه بطاطس او فراخ علشان يعني ايه اي وقت كده مش حابة اعمل الاكل وكده يبقى سهل معايا كده اغرف كده منه. يعني احط كده على النار
ويعني ايه بتكون عشا كده حلو كمان، بيكون سهل يعني. برضو هنا طلعت جبنة كده من اللي هي دي، هي جبنة قديمة متبلة كده بالشطة، بس عايزة اقول لكم يا بنات بجد وهم، بس الناس اللي ما بتحبش الشطة ما تاكلش منها لانها حراقة جدا جدا جدا، بس انا بموت فيها. بس وده شكل الاكل بتاعي. وكمان رجعت كده قطعت كده لانشون وكان فيه زبادي. وبس. وده كان الاكل بتاعي. عايزه اقول لكم يعني ده كنا احنا كده بنتعشى. عايزه اقول لكم برضو هتشوفوا كام حاجه كنت عملتهم كده بالنهار. تعالوا كده نشوفهم كده مع بعض. بصوا انا اول حاجه كده كنت شغلت على اللحاف بتاعي جوه الغساله. آه آه يعني بشغل عليه، بحب احط له اريال وكلوريكس ودوني، بس علشان ايه يخلي الريحه بتاعته حلوه جدا. تعالوا نشوف كده الكارثه ايه اللي في الحوض. شايفين الحوض كده؟ حسيته كده عليه تراب، ومهما اغسل عليه ما بينضفش. فقلت اجرب كده معاكم الخلطه دي، بجد يا بنات سحر سحر سحر. جربيها وعلى ضمانتي. احط كده من الاريال، اهم حاجه يكون اريال عادي، مش هينفع نستخدم اريال اوتوماتيك، لازم اريال عادي. وبعد كده ايه جبت الكلوريكس بتاعي. مجرد ما بحط الكلوريكس على الاريال في الحوض، بصي بس اهم حاجه ما تسيبوش خالص علشان ما يبقعش الحوض بتاعك. مجرد ما تحطيه تغسلي كده على طول وتشطفيه كويس جدا عشان الحوض بتاعك ما يضلمش. واوعي تحطي على الحوض بتاعك سترس او اي مواد بنشتريها يعني من بره، كيميائيه بنشتريها من بره زي سترس او اي منظفات عموما. بيبقع وبيضلم جدا. انا الحوض بتاعي ما بستخدمش فيه اي حاجه غير الوصفه دي، بجد بيرجع جديد جديد جديد. بس فهنا ايه كنت بشطفه واوريكم كده شكله كده في النهاية. بصوا عامل ازاي، رجع جديد بجد بجد. جربوه على ضمانتي، بس ما تسيبوش وقت كتير. ولو انت ما بتحبيش ريحة الكلور والحاجات دي في ايديكي، يفضل انك تلبسي جلافز وكده. بس انا بصراحة دايما بحب اشتغل بايدي وبعاني بعد ما بشتغل بايدي. بصوا ده كان شكله كده في النهاية. بصوا رجع جديد، واكيد انتوا شايفين الفرق. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك واشتراك. اشوفكم